هنتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن أسهل طريقة تجوز بيها الحمام. يعني أسهل طريقة تجوز بيها الحمام. أول حاجة أنت بتجيب الذكر تحطه في عين لوحده، وبتحط النتاية في عين لوحدها. يعني إيه؟ تفضل الذكر في عين لوحده والنتاية في عين لوحدها لمدة 5 أيام. أيوة، الله ينور عليك. ماشي. الجوز دول انا كنت لسه بجوزهم لبعض. الذكر ده اهوت. الذكر ده كان ابوه روماني وامه كينجي، والنتايه ديت كينجيه. دول شبابات كنت لسه بجوزهم لبعض، فعشان عايزهم الاثنين دول ياخدوا بعض. ما ينفعش، انا بربي حمام على السايب، فما ينفعش ان انا اسيبهم اي ذكر هيتجوز اي نتايه. فانا عشان اجوز الذكر ده للنتايه دي بجيب عين زي دي كده اهي. عين تكون مثلا خشب او تكون استانلس او حديد او كده. بتجيب عين زي ديت وتجيب عين جنبها تحطها جنبها. هي للاسف العيون عندي كلها مشغوله جوه، فانا جبت لكم عين بس تشوفوها. يعني العيون كلها فيها حمام جوه، فانا جبت لكم عين واحده تشوفوا عليها. فانا بحط العين دي بحط فيها مثلا الذكر، وعين جنبها كمان احط فيها النتايه، واسيب الذكر لوحده اكله وميه لوحده، والنتايه اكل لوحدها. هي والذكر يبصوا على بعض ويشوفوا بعض ويزوفوا مع بعض زي ما عملت مع الذكر والنتايه ده. دول اول هم ما بيشوفوا بعض لمده 5 ايام، سبحان الله بيحصل عندهم قبول وبيحصل عندهم ألفة. لو حطيتهم مع بعض كده ده بيبقى جواز يعني غشيم شويه، ساعات ما بيقعدوا يضربوا ببعض وكده، وممكن يتجوزوا وممكن ما يتجوزوش. اما انا في الحاله دي انا بحببهم في بعض من على بعد. لما بحط الذكر في عين والنتايه في عين لمده 5 ايام، انا بحفزهم كده، بعمل لهم عمليه تحفيز وتشويق، بيشوفوا بعض. بعد كده بنقل النتايه احطها مع الذكر. يعني بعد 5 ايام بشيل النتايه احطها في العين بتاعت الذكر. ليه بقى؟ ما ينفعش العكس، ما ينفعش احط الذكر في العين بتاعت النتايه، لان هم سبحان الله كل واحد فرض سيطرته على العين بتاعته. يعني الذكر فرض السيطره بتاعته على العين بتاعته، والنتايه فرضت السيطره بتاعتها على العين بتاعتها. لما فرضوا السيطره على، لو انت وديتها هتقعد تضربه، فانت بتاخد النتايه تحطها في العين بتاعت الذكر. معلش يا جماعه، يعني حاولوا تركزوا معايا في النقطه دي. انا حطيت النتايه في عين لوحدها لمده 5 ايام، وبحط الذكر في عين لوحده لمده 5 ايام. بعد كده بشيل النتايه احطها في العين بتاعت الذكر. ان شاء الله بنسبه كبيره بيتجوزوا، ودي اسهل طريقه بالنسبه لتجويز الحمام لبعضه. ان شاء الله تنفع معاكم. لو عجبكم الفيديو ادعوا لنا دعوه كويسه. اخوكم طاهر محمد صالح الشهير بابو سلمى، والسلام عليكم ورحمه الله.